في عمل ممكن إن إحنا نعمله ويكون العمل ده حرام وخطأ، وإحنا شايفينه مستهانين بيه إن هو خطأ، شايفين إن هو عادي. زي مثلا إن إحنا نضرب قطة وهي بتاكل، نطرد قطة، نحبس قطة ونمنعها من الأكل والشرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من حشائش الأرض. يعني منهي منهيا تاما إن أنت تحبس قطة أو تمنعها عن الأكل، لأن ده هيموتها وهتتحاسب عليها لأن دي روح. طيب لو احنا عملنا العكس وعطفنا على الحيوان ده ونقذناه من الجوع مثلا أو العطش، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثري من العطش، يعني كان عطشان جدا وعمال يعني زي يحفر كده من العطش. فأخذ الرجل خفه يعني جزمته، فجعل يغرف له به حتى أرواه، يعني قعد يديله في الجزمة المية لحد ما شرب وتروى الكلب. فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي الحديث برضو بيقول فغفر الله له، يعني ربنا يرحمك بسبب الكلب ده ويغفر لك ويدخلك الجنة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.